تعالوا بقى نعمل مع بعض البسكويت الجميل ده، مش هياخد مننا وقت كتير وهيقلب لنا ريحة البيت كده وتبقى ريحته كل خير. انا كده عندي 5 بيضات وفوقيهم حوالي كوبايتين الا ربع سكر بودرة. بعد كده هضيف لهم كوباية نصها سمنة ونصها زيت، تقدري تحطيها كلها سمنة كلها زبدة او تقدري برضو تحطيها كلها زيت. والفانيليا، ودول معلقتين من معجون قشر البرتقال وكيسين من البيكنج باودر. وهبتدي اضيف الدقيق بتاعي تدريجيا، من هم حوالي 6 كوبايات دقيق اللي هو كيلو دقيق. هضيفهم تدريجيا لغايه ما العجينه بتاعتي تبطل تلزق. يعني اي عجين في الدنيا ضيفي الدقيق تدريجيا، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. فانا الدقيق سهل ان انا اعالجه، انما عشان ما بوظش العجينه كلها ممكن تطلع مني ناشفه، ما بيبقاش عندي بيض تاني او حاجات تانية اضيفها لها. هنا كنت خلاص لغايه ما العجينه بتاعتي بطلت تلزق، خلاص كده هقدر اشتغل فيها براحتي. طبعا جهزت الرخامه بتاعتي وابتديت ان انا افردها بالنشابه، وهكون مجهزه قطعات البسكويت اللي عندي. هتعملي بقى الشكل اللي يعجبك. عايزه اقول لكم بقى ان انا جبت ولادي لعبوا لما قالوا يا بس حتى كانوا عاملين اشكال صغيره خالص كده في الاخر. طبعا انا ما صورتش الكلام ده كله. هنا بقى الحاجات اللي انا بقطعها هبتدي احطها على الصاج، وخلاص بقى انت كده بتبتدي تشغلي الفرن، واللي هتعمليها تخبزيه على طول. مش يعني في المرحله دي خلاص انت يعني ايه، هتشتغلي على ناحيتين، الفرن هيبقى شغال وانتي بتجهزي الصاج اللي هيخلص هتدخليه الفرن على طول. بس يا جماعه البسكويت ما بيحبش النار العاليه عشان ما يتحرقش منك وما تلحقيهوش. نار هاديه عشان يطلع معاكي جميل واصفر كده ومقرمش. هنا بقى كان ده شكل تاني، كنت عامله ورده. بصوا انا يعني عملت الاشكال كلها نجوم وورد وكل حاجه تتخيلوها. زي ما قلت لكم بلاش النار العاليه للبسكويت. هنا انا كنت بوريكم خلاص الصاج اللي خلص. ده كان اخر صاج عملته كمان. بعد كده ده كان صاج كبير شويه واتفضل مني حبه عجينه. الولاد طلبوا ان انا اعملها لهم زي الكوكيز كده، حطيت لهم عليها كاكاو وعملتها بالشكل ده عشان بس يبقى فيه تنويع، يحسوا ان هم على رغبتهم يعني. وده كان شكله. عايزه اقول لكم انه طعمه حكايه، وتحطيه كده في الشاي او في اللبن، والله العظيم ولا احلى. تقدري من ابسط حاجه تعملي لاولادك اللي هم نفسهم فيه في البيت، وتبقي ضمناه كمان ان هو 100% ما فيهوش حاجه تضرهم. ما تنسوش بقى لو وصلتي للمرحله دي لايك وشير وسبسكرايب عشان عيلتي الصغيره بتكبر بيكم.